عزيزي المشجع البسيط صاحب الحد الأدنى للأجور وال12 ساعة شغل في اليوم، عمرك سألت نفسك إزاي الدوري المصري رغم إنه فقير فنيا وفقير جماهيريا ومش كده وبس، لا بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده ومش من الدوريات اللي بتصدر لعيبه للاحتراف باستمرار، انديته ممكن تدفع ملايين في لاعب واحد، وازاي لاعب في الدوري المصري ممكن يكون مرتبه اكبر من لاعب بيلعب في اوروبا، وازاي نادي ممكن يدفع فوق ال 100 مليون في صفقات ومرتبات، وفي نهايه الموسم الجائزه اللي بياخدها بطل المسابقه اصلا ما بتغطيش جزء من اللي صرفه، والاغرب الفلوس دي كلها جايه منين؟ دوري مدرجاته مش كامله وتسويقه مش قريب حتى من الدوريات العربيه الكبيره، وانديته كلها عندها ازمات ماليه، ورغم كل ده كل موسم بنسمع عن عقود بارقام غريبه جدا، اللاعب الفلاني مش عايز يجدد غير لما ياخد 70 مليون، اصل وكيل اللاعب طالب 50 مليون، ده غير صفقات الاجانب اللي بتكلف الانديه ملايين الدولارات، والارقام دي ما بقتش بس ازمه فلوس، دي ممكن تكون واحده من الاسباب اللي خلت اللاعب المصري اصلا ما يفكرش في الاحتراف، لان السؤال بالنسبه له بقى بسيط، اسافر وابدا من الصفر وانافس في اوروبا ليه؟ وانا هنا ممكن اخد فلوس اكتر وشهره اكتر واضمن مكاني، هات كوبايه الشاي بتاعتك والسجاره الكليوباترا المكتومه وتعال اخدك جوله في دوري المليونيرات، واول مليونير معانا النهارده هو امام عاشور لاعب الاهلي ومنتخب مصر، واللي من كام سنه كان بيحاول يشق طريقه في اوروبا، النهارده الاهلي عايز يامنه بعقد جديد، عقد بحسب الارقام اللي اتنشرت ان مرتبه الاساسي ممكن يوصل ل 30 مليون جنيه في الموسم، ممكن تقول لي ده رقم كبير قوي يا عم عبود، استنى بس يا عزيزي ده احنا لسه بنسخن، لان في امتيازات مرتبطه بالمشاركه والبطولات وتحقيق الاهداف ممكن توصل لحوالي 8 مليون جنيه كمان، ولسه في كلام عن عقود اعلانيه وتسويقيه بقيمه بتوصل لحوالي 20 مليون جنيه في الموسم، يعني لو الارقام المنشوره دي اتحققت كلها احنا بنتكلم عن عائد سنوي ممكن يوصل لحوالي 58 مليون جنيه او 60 مليون جنيه، يعني اكتر من 4 مليون و800 الف جنيه في الشهر وحوالي 160 الف جنيه في اليوم بجد. او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. بس استنى قبل ما تقول لي يا عم عبود ما دي كوره واللعيبه في اوروبا بتاخد اضعاف الكلام ده، عندك حق وانا هاخدك ونروح اوروبا، وتعالى نروح للدوري الانجليزي وتحديدا في نادي ليفربول، وهنا في لاعب اسمه كورتيس جونز، لاعب انجليزي دولي وابن اكاديميه ليفربول وبيلعب في البريمير ليج ودوري ابطال اوروبا، دوري ابطال اوروبا، بحسب تقديرات الرواتب المنشوره كورتيس جونز كان بياخد في المواسم السابقه حوالي 15000 جنيه استرليني اسبوعيا، يعني حوالي 760 الف جنيه استرليني في السنه. يعملوا كام مصري؟ ايه ده؟ يعملوا كام مصري؟ المهم انه كان بياخد المبلغ ده قبل تجديد عقده مع نادي ليفربول، وهنا بقى المفاجاه، امام عاشور في مصر بياخد اكتر من اللي كورتيس جونز كان بياخده في ليفربول وقتها، ليفربول بتاع الدوري الانجليزي، بس الفكره مش مين بياخد اكتر من مين، الفكره ان كورتيس جونز هناك كان لسه بيطلع السلم، انما امام هنا وصل خلاص، فلوس وشهره واعلانات وجماهيريه وبيلعب على بطولات، يعني عشان امام يطلع اوروبا مش بس مطلوب منه يسيب كل ده ممكن كمان يبدا بفلوس اقل، طب ليه؟ عشان احتمال بعد كام سنه ينجح ويوصل لمرتب اكبر، طب يا عم عبود ما هو هنا بالفعل بياخد اكتر، ايه اللي يخليه يمشي ويخسر كل ده؟ ودي يمكن تفسر جزء من الحكايه يا صديقي، بس امام مش احسن مثال، لان الراجل قعد في اوروبا كام شهر واتصاب ومعرفش يتاقلم، عشان كده احنا محتاجين واحد تاني، واحد وصل فعلا لانجلترا ولعب في البريمير ليج وقعد هناك شويه حلوين، وبرضه وهو عنده 23 سنه قرر يرجع مصر، وهنا بقى القصه هتبقى اغرب، لان الشاب الصغير رمضان صبحي خرج من الاهلي سنه 2016 وهو عنده 19 سنه وراح على نادي ستوك سيتي وبعدها راح هيدرسفيلد، يعني رمضان مش واحد كان بيحلم بالاحتراف وخلاص، رمضان احترف فعلا، بس الدنيا هناك ما مشيتش معاه زي ما كان عايز ومشاركاته قلت، وده طبيعي، واللاعب المفروض يحاول يثبت نفسه ويحجز مكان اساسي في التشكيل، لكن رمضان ما عملش كده، وفي يناير 2019 رجع على الاهلي اعاره وقدم اداء ممتاز وقتها، والاهلي قرر يشتريه نهائي، وبالفعل الاهلي بيقدم عرض لنادي هيدرسفيلد قيمته 3 مليون و250 الف جنيه استرليني، وهيدرسفيلد وافق، لكن رمضان وقتها كان عنده 3 عروض، عنده الاهلي وعنده بيراميدز وعنده نادي باشك شهير التركي، والاولويه طبيعي تكون للنادي اللي اتربى فيه، صح كده؟ غلط. رمضان ساعتها بيقرر انه يروح بيراميدز، وهنا بقى مفيش داعي نلف وندور حوالين السبب، رمضان راح بيراميدز عشان الفلوس، الاهلي كان عارض عليه حوالي 50 مليون جنيه في 3 سنين، وباشك شهير التركي كان عارض عليه 57 مليون، اما بيراميدز فكان متقل جيبه وكان عارض عليه 80 مليون جنيه، يعني رمضان كان قدامه الاهلي وكان قدامه فرصه يرجع اوروبا، لكنه اختار اعلى عقد، والاهم ان الكلام ده مش تحليل من عندي، شوبير نقل وقتها تصريحات على لسان رمضان نفسه ان عرض بيراميدز كان كبير وما ينفعش يترفض، وان الراجل عنده التزامات وعايز يامن مستقبله، وانه بيدور على الطموح، وخد بالك من اهم تفصيله في القصه كلها، رمضان كان عنده 23 سنه، يعني مش لاعب خلص كوره وراجع يعمل عقد حلو قبل ما يعتزل، ده لاعب لسه في عز السن اللي المفروض يحاول فيه يرجع اوروبا، بس لما الاختيار بقى تكمل بره او تقعد في بلدك وسط اهلك مشهور ومعروف وفوق كل ده هتاخد فلوس اكتر، رمضان اختار الفلوس، وده بالظبط اللي بيخلي قصه رمضان مهمه في حكايتنا، لان الدوري المصري هنا ما عملش بس لاعب غني، الدوري المصري قدر يخلي الفلوس اختيار اقوى من الاحتراف. حد ممكن يقول لي يا عبود امام ورمضان خرجوا من
مصر وهم اصلا نجوم. اقول لك طب ما تيجي نشوف واحد تالت خرج من مصر وهو صغير وقعد سنين في بلجيكا والبرتغال، والغريب ان السنين دي كلها ما عملتلوش نص الاسم اللي عمله بعد ما رجع مصر، واللاعب ده هو زيزو. زيزو قصته مختلفه عن امام ورمضان، لان زيزو خرج من مصر وهو صغير، كان عنده حوالي 17 سنه وقعد سنين في اوروبا ولعب مع ليرس في بلجيكا وبعدها راح البرتغال. وفي 2018 وهو عنده 22 سنه زيزو قال انه مش ناوي يقطع مشواره في الاحتراف الا لو جاله عرض من الاهلي، وكان عنده وقتها عرض من تركيا، والاهلي فعلا اتعرض عليه اللاعب، لكن بعد ما تقيم فنيا النادي قرر انه مش مناسب وقتها لان ارقام زيزو وقتها ما كانتش كويسه. وفي يناير 2019 زيزو رجع مصر، بس مش للاهلي، زيزو رجع على الزمالك. وهنا مسيره زيزو خدت شكل تاني خالص، من لاعب قضى سنين في اوروبا بعيدا عن الاضواء لواحد من اهم لعيبه الدوري مع الزمالك، ولعب 263 ماتش وسجل 87 جول وصنع 71 وخد بطولات وبقى لاعب دولي مع منتخب مصر واكتسب شهره كبيره وقيمته التسويقيه بقت اكبر. مع كل ده طبيعي جدا ان قيمه عقد اللاعب نفسها تتغير، وده فعلا اللي حصل. وسنه ورا سنه زيزو بقى واحد من اغلى اللعيبه اللي الزمالك بيحاول يحافظ عليها لحد ما وصلنا لاخر عقد. وهنا الموضوع بقى ارقام، واللاعب طلب 100 مليون جنيه عشان يجدد للزمالك، لكن الرقم ده خلى الزمالك ما عرفش يجدد له، بس كان في انديه تانية مهتمه بيه. وفي الاخر زيزو ساب الزمالك وراح للاهلي ووصلت قيمه عقده ل 100 مليون جنيه. وخليني اوضح حاجه عشان ما نحولش الحلقه الاهلي وزمالك، انا مش هنا عشان اقول زيزو صح ولا غلط، اللاعب عقده خلص ومن حقه يختار العرض اللي يناسبه. اللي يهمني في القصه كلها حاجه تانية، زيزو خرج من مصر وهو صغير وقضى سنين في اوروبا، لكن اكبر نجوميه ليه واكبر قيمه ليه كلاعب وصل لهم جوه الدوري المصري. وده يرجعنا لنفس النقطه اللي شفناها مع امام ورمضان، لاعب بيرجع من اوروبا ولاعب بيختار يكمل في مصر، ولاعب بيعمل اكبر عقد في مسيرته هنا، وكل حاجه مختلفه، لكن اللي بيربط بينهم هم الثلاثه الفلوس. وهنا بقى السؤال ما بقاش ليه امام رجع، ولا ليه رمضان راح بيراميدز، ولا ليه زيزو رجع على مصر. السؤال الدوري المصري جاب الفلوس دي كلها منين؟ لان احنا بنتكلم عن دوري بيدفع ملايين في صفقات وعقود لعيبه. طب المنتج نفسه بيعمل كام؟ يعني بطل الدوري بياخد كام؟ حقوق البث والرعاه بيدفعوا كام؟ والانديه بتدخل لها كام اصلا؟ لان لو الارقام اللي داخله اقل بكتير من الارقام اللي بتطلع يبقى احنا لسه ما وصلناش للمشكله الحقيقيه. طيب احنا يا عم عبود من اول الحلقه بنتكلم عن اللعيبه، بس في سؤال احنا مأجلينه من اول الحلقه اصلا، الانديه دي بتجيب الفلوس منين؟ يعني قبل ما الوم لاعب انه بياخد 30 او 40 او 50 مليون في السنه، لازم الاول اعرف مين اللي وافق يدفع له الرقم ده، والاهم جابه منين. فقلت نبدا بابسط حاجه، النادي داخل الدوري عشان يعمل ايه؟ اكيد عشان ينافس على الدوري. طب لو كسب بياخد كام؟ لحد الموسم اللي فات يا صديقي بطل الدوري المصري كان بياخد 5 مليون جنيه. المهم ان النادي بيقعد موسم كامل يدفع مرتبات، يشتري لعيبه ويسافر ويعمل معسكرات ويدفع لجهاز فني وطبي واداري، وفي الاخر لو طلع الاول على كل فرق الدوري هياخد 5 مليون جنيه. عشان كده الرقم اتغير، ورابطه الانديه اعلنت ان جائزه البطل هتزيد 10 مرات وتوصل ل 50 مليون جنيه، ودي طبعا نقله كبيره جدا عن ال 5 مليون. بس حتى ال 50 مليون بعد كل الارقام اللي شفناها في اول الحلقه مش هي الفلوس اللي هتخلي نادي كبير يصرف بالشكل ده، وعشان كده لازم ندور في حته تانية، وهنا نوصل لاول باب كبير فعلا وهي الرعايه والبث. وخليني اديك الاهلي كمثال، انت لما تبص على تيشيرت الاهلي غالبا هتشوف تيشيرت احمر عليه شويه لوجوهات، انما الشركه اللي عايزه ترعى الاهلي بتشوف حاجه تانية خالص، هي شايفه ملايين الناس اللي هتشوف التيشيرت ده في الماتش، على التلفزيون، على فيسبوك، على يوتيوب، في صوره لاعب، في مؤتمر صحفي، وفي كل برنامج رياضي بيتكلم عن الاهلي. وعشان كده كل حته في التيشيرت ليها ثمن. عايز اسمك على الصدر موجود. عايزه على الكم موجود. طب مش عايزه على تأخرت ليه؟ مش موجود ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ شايف قدامي شوال نباهة مقفول. المهم ان الشركه اللي هتوفر منتج او خدمه للفريق ممكن تدفع عشان تقول انا الراعي الرسمي للنادي الاهلي، وهنا الارقام بتبقى مختلفه تماما عن ال 55 مليون بتوع جائزه الدوري. حسب الارقام المنشوره عن عقود الاهلي، الراعي الرئيسي على صدر التيشيرت وصل عقده لحوالي مليار و350 مليون جنيه على 4 سنين. العقد يبدا بحوالي 300 مليون جنيه في السنه، وبعدها الرقم بيزيد كل سنه. وعندك راعي تاني على القميص، الارقام المنشوره عنه بتتكلم عن اكتر من 500 مليون جنيه على 4 سنين، ومساحات تانيه على التيشيرت بعقد حوالي 380 مليون، ومساحات تانية بحوالي 250 مليون. وخد بالك احنا لسه بنتكلم عن اعلانات على تيشيرتات كوره، لكن لما التيشيرت ده بتلبسه فرقه زي الاهلي المساحه الصغيره اللي عليه ما بقتش صغيره، لان اللي بيحدد ثمنها مش حجم اللوجو، اللي بيحدد ثمنها كام واحد هيشوف. وفي اغسطس 2026 الاهلي اعلن عن راعي جديد للميه لمده 4 سنين، يعني حتى الميه اللي موجوده مع الفريق بقى وراها شركه عايزه تربط اسمها بالاهلي. ولسه عندك حته تانية مهمه جدا، اللبس نفسه. الاهلي جدد عقده مع اديداس لحد 2030
2030، والارقام المنشوره عن الاتفاق بتتكلم عن قيمه بتوصل لحوالي 10 ل 12 مليون دولار. والدولار هنا مهم جدا لان النادي مش كل مصاريفه بالجنيه، عندك لاعب اجنبي ومدرب اجنبي ومعسكرات بره والتزامات ممكن تدفع بالدولار، فوجود دخل بالدولار نفسه بيدي النادي مساحه اكبر بدل ما كل فلوسه داخله بالجنيه، ومطلوب منه يدفع جزء من مصاريفه بعمله تانية. وهنا تبدا تفهم حاجه، الاهلي مش مستني يكسب الدوري عشان يعمل فلوس، الاهلي بيعمل فلوس من اسم الاهلي نفسه. كل ما عدد الناس اللي مهتمه بالنادي يزيد، الشركات بتبقى مستعده تدفع اكتر عشان تظهر قدام الناس دي، ودي تقريبا اهم حاجه النادي الجماهيري بيملكها وهي الجمهور. بس هنا وقفت وقلت طب ما الزمالك برضه عنده جمهور بالملايين، يبقى المفروض نشوف نفس الحكايه تقريبا. تعال نبص على الزمالك عنده عقد مع الشركه المتحده للرياضه للتسويق حقوق الرعايه والبث لمده 4 سنين. التقديرات المنشوره عن الرعايه بتتكلم عن حوالي 400 مليون جنيه على ال4 سنين، يعني في حدود 100 مليون جنيه في السنه. ومع الرعايه عندك البث، والارقام المنشوره بتقول ان الزمالك بياخد حوالي 120 مليون جنيه في السنه من حقوق بث ماتشاته في الدوري، وعنده طبعا رعاة على التيشيرت، راعي رئيسي ورعاة في مساحات تانية. يعني الزمالك برضه عنده اسم كبير بيتباع. بس لما تحط ارقام الرعايه اللي عندنا للناديين جنب بعض هتلاقي فرق كبير، ودي نقطه مهمه جدا، لان وجود جمهور كبير مش معناه تلقائيا انك هتعمل منه نفس كميه الفلوس. ممكن ناديين يكون عندهم ملايين المشجعين لكن واحد فيهم بيعرف يجيب عقود اكبر من التاني. طب ليه؟ لان حاجات كتير بتدخل هنا. هل النادي مستقر ولا كل شويه عنده ازمه؟ هل بيكسب بطولات؟ طب هل بيظهر في افريقيا؟ طب هل بيلعب بطولات عالميه؟ طب هل الراعي ضامن ان النادي هيبقى موجود قدام الناس طول الوقت؟ كل دي حاجات الشركه بتحسبها قبل ما تقول انا هدفع كام. بس بالنسبه للزمالك في مشكله تانية، ان مش معنى انك وقعت عقد ب 400 مليون جنيه يبقى انت عندك 400 مليون جنيه في الدرج جوه وتصرفهم زي ما انت عايز. الزمالك عنده التزامات قديمه، غرامات ومستحقات وقضايا للعيبه وانديه بره مصر، وشفنا اكتر من مره النادي محتاج يسدد مبالغ عشان يفك ايقاف القيد، وبالتالي جزء من الفلوس اللي داخله ممكن يكون اتصرف قبل ما يدخل اصلا. وده انا شرحته في حلقه ازاي دمروا الزمالك، روح اتفرج عليها بعد الحلقه دي. ودي نقطه مهمه عشان ساعات بنسمع كلام زي ما النادي عنده عقد رعايه بكذا، امال الفلوس راحت فين؟ يا صديقي النادي مش بيبدا كل موسم من الصفر. لو عليك ديون من امبارح، فلوس النهارده هتدفع امبارح الاول، وساعتها ممكن جدا النادي يبقى عنده ايرادات كبيره على الورق وفي نفس الوقت تلاقيه عنده ازمه في دفع حاجه محتاجها دلوقتي. بس احنا لحد هنا بنتكلم عن الشركات والتلفزيون. طب المشجع نفسه اللي بينزل من بيته ويركب مواصلات ويروح الاستاد ويشتري تذاكر، فلوس التذكره دي بتفرق قد ايه؟ وهنا الرقم بالنسبه لي كان اغرب من عقود الرعايه نفسها، لان لو التذكره مثلا ب 75 جنيه النادي مش بياخد ال 75 جنيه ويحطهم في جيبه، في تكلفه تنظيم وتامين وملعب ورسوم وضرايب ومصاريف تانية بتتخصم. وبحسب الارقام المنشوره عن منظومه التذاكر النادي ممكن يصفي من التذكره اللي ب 75 جنيه حوالي 15 جنيه. طب ما نحسبها، لو النادي عايز يعمل مليون جنيه صافي من التذاكر بس محتاج يبيع اكتر من 66 الف تذكره، مش علشان يعمل 10 مليون، عشان يعمل مليون واحد. والارقام الفعليه بتوضح الموضوع اكتر. بحسب الارقام المنشوره من ميزانيه الاهلي النادي حقق حوالي 22 مليون جنيه من تذاكر ماتشات الدوري، ولو ضفت ماتشات افريقيا والاشتراكات الرقم هيوصل لحوالي 57 مليون جنيه. طب الزمالك الرقم المنشور في بند بيع التذاكر كان حوالي 400 الف جنيه. بس هنا خد بالك ان الرقم ده مش معناه ان جمهور الزمالك مش بيروح، لان في حالات ادارات الانديه نفسها بتشتري تذاكر وتوزعها على الجمهور، وساعتها بدل ما التذاكر تبقى فلوس داخله للنادي بقى النادي نفسه هو اللي دافعها. وانا هنا بتكلم عن فئه معينه من الجمهور واكيد انت فاهمني. وهنا لاول مره الصوره كلها بدات تبان، لان المشجع المصري بالنسبه للنادي الكبير قيمته مش بس في ال 75 جنيه بتوع التذكره، بالعكس يمكن دي اقل حته في الموضوع اصلا. قيمتك الحقيقيه انك بتتفرج. لما ملايين يتفرجوا على الاهلي والزمالك قناه بيبقى عندها حاجات تتباع، ولما الملايين دي بتتفرج الشركه بتقول انا عايزه اللوجو بتاعي قدامهم فتدفع في الرعايه. يعني الراعي مش بيشتري حته في التيشيرت، هو بيشتري وصول ليك انت. وحقوق البث مش قيمتها ان في 22 لاعب بيجروا ورا الكوره، قيمتها ان في ناس عايزه تتفرج على ال 22 لاعب دول. وعشان كده الاهلي والزمالك رغم الفرق الكبير بينهم في الارقام اللي شفناها عندهم حاجه مشتركه. احنا فاهمين هم ليه عندهم قيمه عند الرعاه. الاثنين عندهم جمهور وتاريخ وبطولات وملايين مهتمه تعرف هم عملوا ايه، وبالتالي لما شركه تدفع عشان اسمها يبقى جنب الاهلي او الزمالك بتكون فاهمه هي بتشتري ايه. بس هنا بقى قابلتني مشكله، لان الاهلي والزمالك مش هم الدوري المصري. بص على باقي الجدول، عندك انديه ما عندهاش حتى جزء من جماهيريه الاهلي والزمالك، مدرجه مش هو اللي هيبيع الاف التذاكر، ومش كل اسبوع ملايين مستنيين ماتشاتهم، ومش كل سنه بتكسب دوري او بطوله افريقيا. ومع ذلك النادي موجود في سوق الانتقالات وبيشتري وبيدفع مرتبات، واحيانا بيدخل ينافس الاهلي والزمالك نفسهم على لاعب. وهنا الحساب اللي كان ماشي معانا من شويه وقف. الاهلي والزمالك عندهم ملايين المشجعين وده فهمناه. طب النادي اللي ما عندوش الجمهور ده ومش بيعمل الملايين من التذاكر ومش بيكسب جائزه الدوري ومش عنده نفس قيمه عقود الرعايه، بيجيب الفلوس دي منين؟ وهنا يا صديقي هاخدك ونروح بيراميدز، لان بيراميدز تقريبا بيقلب كل الحسابات اللي احنا عملناها لحد دلوقتي. الاهلي عنده ملايين المشجعين
المشجعين والزمالك كذلك، فطبيعي جدا يبقى عندهم قيمه كبيره بالنسبه للرعايه والتلفزيون. انما بيراميدز ما عندوش نفس الجماهيريه، ومع ذلك من اول ما المشروع بدا بشكله الجديد سنه 2018 دخل سوق الانتقالات بطريقه ما حدش كان متعود عليها، وفجاه اللاعب اللي كان قدامه طريقين الاهلي او الزمالك بقى قدامه طريق ثالث، وبارقام ساعات الطريق الثالث هو اللي كان بيكسب فيها. طب بيراميدز صرف قد ايه يا عم عبود؟ هنا لقيت رقم خلاني اقف شويه. يلا كوره عمل تقرير بعد اول بطوله حققها بيراميدز سنه 2024 واعتمد فيه على ارقام من موقع ترانسفير ماركت عشان يحسب قيمه الصفقات اللي النادي ضمها من ساعه بدايه المشروع. في 6 مواسم بيراميدز دفع في شراء اللعيبه حوالي 73 مليون و250 الف يورو، وخد بالك احنا بنتكلم عن شراء اللعيبه بس. والاسوأ ان التقرير نفسه بيقول ان في صفقات اصلا قيمتها مش معروفه، يعني حتى ال 73 مليون يورو مش شرط يكونوا كل اللي اتدفع. والاغرب بقى ان من ال 73 مليون دول حوالي 52 مليون يورو اتصرفوا في اول موسم بس. اول موسم يعني بيراميدز ما دخلش يقول نجرب سنه وبعدها نزود شويه وبعدها نشوف، لا المشروع دخل من اول يوم عايز يبقى موجود فوق. طب تمام، انت اشتريت لعيبه 73 مليون يورو، اكيد بعت لعيبه ورجعت جزء كبير من الفلوس دي. نفس التقرير حسب الفلوس اللي دخلت من انتقالات اللعيبه في نفس الفتره، الرقم كان حوالي 19 مليون و368 الف يورو. يعني في سوق الانتقالات لوحده الفرق بين اللي دفعته في الشراء واللي رجع لك من البيع حوالي 54 مليون يورو، ولسه ما حسبناش المرتبات. ودي حته مهمه جدا لان ثمن الصفقه انت بتدفعه عشان تجيب اللاعب، انما بعد ما اللاعب يجي لسه هتدفع له كل سنه، وعندك مش لاعب ولا اتنين، انت بتبني فرقه كامله هدفها تنافس الاهلي والزمالك. وفوق كل ده عندك مدربين، وخلال نفس ال6 سنين بيراميدز عدى عليه 11 مدير فني مختلف وعقود بالملايين. يعني الرقم الحقيقي اللي اتصرف على مشروع الكوره كله اكبر بكتير من مجرد ال 73 مليون يورو بتوع الصفقات. طب حلو، مقابل كل الفلوس دي النادي كسب ايه؟ بيراميدز استنى 6 سنين عشان ياخد اول بطوله في تاريخه وهي كاس مصر سنه 24. طبعا محدش هيبقى عاقل لو افتكر ان مشروع اتصرف عليه بالشكل ده كان مستني جايزه كاس مصر عشان يعوض فلوسه. الحسبه مش كده، انت بتحط فلوس عشان تبني فرقه، الفرقه بتنافس وتكسب واسم النادي بيكبر، بعدها تبدا تفتح لنفسك ابواب دخل ما كانتش موجوده في الاول، وده فعلا بدا يحصل. بيراميدز بقى عنده رعاه. في 2022 مثلا درايفر دخلت راعي للنادي واللوجو ظهر على تيشيرتات الفريق وفي اعلانات الملعب، وقبلها تيك توك كان الراعي الرسمي لبيراميدز في الدوري. بس هنا عندي مشكله، انا ما اعرفش اقول لك الرعاه دول بيدفعوا كام، لان على عكس الارقام اللي قدرنا نوصل لها في الاهلي والزمالك قيمه عقود رعايه بيراميدز مش منشوره بشكل واضح يخليني احط رقم قدامك واقول لك اهو النادي بيدخل له كذا من الرعايه، وعشان كده مش هخمن. لكن في مصادر دخل تانية بدات تظهر من نجاح الفريق، واحدث مثال عندنا حصل في 2025 لما خدوا بطوله دوري ابطال افريقيا، و2026 بسبب مشاركات لعيبه بيراميدز مع منتخبات بلادهم في كاس العالم. النادي مستني ياخد من الفيفا حوالي $1,275,000 دولار، يعني وقت نشر الحلقه رقم حوالي 65 مليون جنيه، ودي فلوس جايه للنادي لمجرد انه عنده لعيبه على مستوى يخليهم يمثلوا منتخباتهم في كاس العالم. ودي بالنسبه لي نقطه مهمه في حكايه بيراميدز، لان النادي اللي بدا في 2018 وهو بيشتري بدا مع الوقت يبني حاجات تقدر تجيب له فلوس ورعاه وبطولات ولاعيبه دوليه، يعني المشروع مش واقف مكانه. بس السؤال اللي يخصنا احنا في الحلقه دي، هل الفلوس اللي بيعملها بيراميدز من الكوره بقت كفايه للفلوس اللي بيصرفها على الكوره؟ وهنا الاجابه الدقيقه احنا ما نعرفش، لان مفيش قدامنا قوائم ماليه تفصيليه منشوره تخليني اجمع لك كل جنيه دخل واحط قصاده كل جنيه خرج، وبالتالي ما ينفعش اطلع اقول بيراميدز بيخسر كذا في السنه، وما ينفعش برضه اقول بيراميدز بيغطي كل مصاريفه. لكن في حاجه الارقام بتثبتها، بيراميدز في البدايه ما صرفش بعد ما بقى نادي كبير، هو صرف عشان يبقى نادي كبير، ودي نقطه الفرق بينه وبين الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك عندهم عشرات السنين من التاريخ والجمهور والبطولات، وبعدها الاسم ده اتحول لفلوس. بيراميدز ما عندوش رفاهيه انه يستنى عشرات السنين، فبدا من الناحيه الثانيه الفلوس الاول، وهات لعيبه وهات مدربين وابني فرقه ونافس واكسب، وبعدها حاول تحول النجاح ده لدخل. وهل الخطه دي نجحت كرويا؟ النهارده صعب تقول انها فشلت، لان بيراميدز ما بقاش الفريق اللي الناس بتقول عليه دول معاهم فلوس وخلاص، لا النادي بقى منافس حقيقي وبقى عنده بطولات ولاعيبه دوليه وقيمه اكبر بكتير من يوم ما المشروع بدا. لكن اقتصاديا لسه السؤال مفتوح، هل في يوم بيراميدز هيقدر يعمل من الكوره فلوس تكفي الفاتوره الكبيره بتاعت الكوره، ولا هيفضل محتاج فلوس تتحط في المشروع عشان يفضل ينافس؟ دي حاجه السنين والارقام هي اللي هتجاوب عليها. وعلى فكره واحنا بنتكلم على انديه بيبقى وراها فلوس، اكيد في سؤال جه في دماغك، طب وزد وسيراميكا والبنك الاهلي وفاركو انديه ما عندهاش جماهيريه الاهلي والزمالك وبرضه موجوده في السوق وبتشتري وبتدفع؟ بس الملف ده تحديدا مش هفتحه النهارده، لان انديه الشركات في مصر مش فاكره ازقها في حلقه وخلاص، دي لوحدها حكايه وعايزه حلقه كامله. انما اللي يهمنا دلوقتي ان بعد الاهلي والزمالك وبيراميدز احنا بقينا عارفين ان في اكتر من طريقه تخلي نادي في مصر يبقى معاه فلوس. بس لسه في سؤال واحد انا ما عرفتش اهرب منه من اول ما بدات اعمل الحلقه، احنا عرفنا الفلوس بتدخل ازاي وعرفنا جزء كبير منها بيروح فين، بس كل الفلوس دي عملت ايه للدوري نفسه؟ يعني لو احنا بقينا بندفع كل الارقام دي، هل الكوره اللي بناخدها قصادها بقت تستاهل؟ وعشان اجاوبك
المره دي مش هجيب لك عقد ومش هحسب لك مرتب ومش هقول لك مليون ولا مليار، انا هفتح لك التلفزيون بس، شغل اي ماتش عادي في الدوري المصري، واول حاجه هتقابلك المدرج، كراسي فاضيه ومساحات كامله ما فيهاش حد، وماتشات ساعات صوت اللعيبه والمدربين فيها بيكون اوضح من صوت الجمهور، ودي حاجه غريبه جدا لان احنا مش بنتكلم عن بلد ملهاش في الكوره، احنا بنتكلم عن مصر، بلد ممكن ماتش كوره يوقف الشارع بتاعها، جول يخلي القهوه كلها تقوم مره واحده، والاهلي والزمالك والمنتخب وراهم ملايين بيتابعوا كل تفصيله. يعني المشكله مش ان مفيش جمهور، الجمهور موجود، بس في ماتشات كتير مش موجود في المدرج، والمشكله ان المدرج الفاضي مش بس منظره وحش، المدرج جزء من الماتش، انت ممكن تكون بتتفرج من البيت بس صوت الناس، الدخله، رد الفعل، شكل الاستاد وهو مليان، كل ده بيخليك تحس ان اللي قدامك حدث مهم. شيل كل ده وفجاه نفس الماتش احساسه بيتغير، وده ياخدنا للحاجه الثانيه، التصوير، لان في الاخر اغلب جمهور الدوري مش قاعد في الاستاد، اغلبه بيتفرج من التلفزيون، يعني بالنسبه لملايين الناس الكاميرا هي الاستاد، هي اللي هتحدد انت شايف المنتج ده ازاي. وهنا بص على ماتشات كتير عندنا زوايا تصوير محدوده، استادات شكلها في الكاميرا مش احسن حاجه، اضاءه مش دايما بتطلع الماتش باحسن صوره، ومدرج فاضي ظاهر في الخلفيه طول ال 90 دقيقه، وفي الاخر انت بتحاول تبيع منتج شكله ارخص من الفلوس اللي بتتصرف جواه. ودي بالنسبه لي واحده من اغرب الحاجات اللي طلعت بيها وانا بعمل الحلقه دي. احنا اهتمينا جدا باللي جوه الملعب، مين هنشتريه، مين هنبيعه، مين ناخده من المنافس، مين نجدد له، مين نزود له مرتبه، بس نسينا ان الكوره مش 22 لاعب بس، الكوره منتج كامل، اللاعب جزء منه، والاستاد جزء منه، والجمهور جزء منه، والتصوير جزء منه، والاضاءه، وحتى صوت المدرج اللي دخل بيتك جزء من المنتج. يعني ممكن تجيب لي لاعب ب 100 مليون وتدي له عقد بملايين، وتحطه جنب 10 لعيبه بنفس المستوى، وبعدين تحطهم في استاد شبه فاضي وتقدم الماتش بصوره سيئه، ساعتها انت عملت ايه؟ غليت الحاجه اللي جوه المنتج من غير ما تغلي المنتج نفسه. وهنا لازم اوضح حاجه مهمه، انا مش معترض ان اللاعب المصري ياخد فلوس كتير، ياخد 30 50 100، مبروك عليه، طول ما في نادي شايف انه يستاهل الرقم ومستعد يدفعه. المشكله بالنسبه لي مش في جيب اللاعب، المشكله لما حجم الفلوس اللي جوه اللعبه يكبر بالشكل ده. انا كمشجع مستني اشوف الكوره نفسها بتكبر معاه، مستني ادخل استاد احسن، اشوف مدرج مليان، اتفرج على ماتش متصور بشكل يليق بالبطوله، احس ان الماتش اللي بتفرج عليه له قيمه، لان في الاخر مين اللي كل المنظومه دي معموله عشانه؟ انت يا عزيزي المشجع. واحنا شفنا ده بنفسنا لما اتكلمنا عن الرعايه، الشركه بتدفع مئات الملايين ليه؟ عشان توصل لك انت، قناه بتدفع ليه؟ عشان انت عايز تتفرج، النادي بيجيب النجم ده ليه اصلا؟ عشان انت مهتم تشوفه. يعني كل الفلوس اللي لفينا وراها طول الحلقه في الاخر في خيط بيربط جزء كبير منها بشخص واحد وهو المشجع، والغريب ان المشجع نفسه ساعات بيبقى اكتر واحد بعيد عن الصوره. وده يرجعنا لاول الحلقه لما بدانا بامام عاشور وبعده رمضان صبحي وزيزو، كان سهل جدا اننا نوصل لاستنتاج بسيط، اللعيبه المصريه بتاخد فلوس كتير وخلاص، بس لما فتحنا الموضوع اكتشفنا ان الحكايه اكبر من اللاعب بكتير، في سوق كامل هو اللي وصل اللاعب للارقام دي، في انديه عندها جمهور بالملايين وعرفت تحول الجمهور ده لفلوس، وفي انديه عندها نفس الجماهيريه تقريبا لكن مشاكلها وديونها بتاكل جزء من اللي داخل لها، وفي مشروع زي بيراميدز بدا الحكايه من الناحيه الثانيه، حط الفلوس الاول عشان يبني الفريق والاسم والبطولات، وحتى انديه الشركات اللي ما اتكلمناش عنها ومحتاجه حلقه لوحدها. انما في الحلقه دي انا كنت بدور على اجابه لسؤال واحد، ازاي دوري عنده كل المشاكل دي بقى فيه كل الفلوس دي؟ وبعد كل اللي شفناه يمكن الاجابه ان الدوري المصري مش فقير زي ما احنا متخيلين، بس الفلوس لوحدها مش كفايه تخلي الدوري غني، لان في فرق بين دوري غالي ودوري قيمته غاليه. الدوري الغالي ممكن يبقى عنده صفقات ومرتبات وعقود بالملايين، انما الدوري اللي قيمته غاليه الناس عايزه تحضره، الناس عايزه تتفرج عليه، الشركات عايزه ترتبط بيه، والمنتج اللي بيطلع على الشاشه يخليك تحس فعلا بقيمه الفلوس اللي جواه. وعشان كده بعد الحلقه دي انا مش هسالك ليه اللاعب المصري بياخد كل الفلوس دي، لان الاجابه بقت واضحه، بياخدها لان في حد مستعد يدفعها. السؤال الاهم عندي بقى، طالما في حد مستعد يدفع كل ده، طالما في شركات بتحط مئات الملايين، وطالما في انديه بتشتري وتبيع وتدفع بالارقام دي، امتى الفلوس دي هتبان على الدوري نفسه؟ امتى اشوف مدرج يليق بالجمهور اللي عندنا؟ امتى اشوف ماتش متصور بالشكل اللي يخليني احس اني بتفرج على اكبر بطوله في مصر؟ امتى المشجع يبقى جزء من المنتج مش مجرد واحد قاعد بعيد بيتفرج عليه؟ لاننا واضح اننا عرفنا نعمل جزء من المعادله، وعرفنا نعمل صفقات بالملايين، وعرفنا نعمل عقود، وعرفنا نعمل لعيبه مليونيرات، بس لسه ناقص الجزء الاصعب، اننا نعمل دوري يليق بالملايين دي. عشان كده يا صديقي اهلا بيك في دوري المليونيرات. وهنا بنوصل لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك افكار لحلقات جديده سيب فكرتك في التعليقات، واشوفكم في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي. سلام.